معقول بقى حد يصدق ان الجمال ده بكوبايه واحده بس من الكريمه وكوبايتين من الدقيق؟ ايوه، عملت دستة جاتو كامله وكوبايتين بس من الدقيق وكوبايه واحده من الكريمه. وما اسمعش بقى حد يقول تاني القطعه ب70 جنيه. انا يا جماعه والله لا بتاعت حلويات ولا استاذه في الحلويات، بس لما بشغل دماغي بعمل احلى افتكاسات. تعالوا نعمل مع بعض اسهل واسرع جاتوه. نصيحه مني ضعف الكميه لانها هتخلص في نفس الوقت. يلا بينا قبل ما نبدا كده صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حطي بقى لايك للفيديو. يلا بينا نبدا ونقول بسم الله. في الاول معايا كده كوبايتين الا ربع من الدقيق، هضيفهم كده في طبق وهحط عليهم ربع كوبايه من الكاكاو الخام. انا مستخدمه كاكاو اسباني. هحط بقى رشه صغيره من الملح واضيف عليهم كيس كامل من الكيك شيف، وممكن كمان نستخدم معلقه كبيره مليانه من البيكنج باودر بدل الكيك شيف. هنقلب بقى المواد الجافه دي كلها مع بعض وبعدين نحضر المواد السائلة. معايا بقى ايه؟ معايا 4 حبات من البيض، لازم يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، ومعايا كوباية الا ربع من السكر، وهضربهم كويس قوي بالمضرب الكهربائي لحد ما يعملوا كده فوم معايا ولونهم يبقى ابيض خالص. ضروري اوي الخطوات دي وما تقلقوش، هكتب لكم المكونات في اول تعليق. بعدين بقى هنزل عليهم بالفانيليا، شويه كده من الفانيليا السايله بحبها قوي في الكيك. وبعدين بقى هضيف عليهم نص كوبايه من الزيت بالتدريج كده بالراحه. اول ما نصب الزيت نحط على طول نص كوبايه من اللبن. اللبن اللي هو الحليب يا جماعه علشان الناس اللي مش مصريين بيتابعوني. خلاص كده حلو قوي زي الفل، وبكده مش معايا اي مكونات تانية للكيكة. هاخد بقى المواد الجافة على المواد السائلة وانخلهم حلو قوي. وهنا شغلي الفرن على 170. تمام كده، يعني اقل من الكيك العادي بشوية. قلبي بقى كله مع بعضه كده وحضري صاج يكون 30 في 40 ويكون فيه ورق زبدة. انا عندي هنا بديل ورق الزبدة البلاستيك او السيليكون ده، ضفته كده وضفت فيه الكيك. هديها خبطتين واتاكد ان هي اتساوت تماما، وهدخلها الفرن لمده 15 دقيقه. تطلع معايا بقى مستويه وزي الفل. ويلا بينا بقى نحضر الكريمه. شايفين انا جبت لكم ازازه ميه متلجه علشان انا النهارده انبهرت بصراحه بالكريمه دي. ضفت كده كوبايه ونص من الميه المتلجه، هضيف عليهم ربع كوبايه من السكر، وبعدين هاخد بقى كوبايه واحده من الكريمه. الكريمه اللي استخدمتها النهارده يا جماعه كريم شانتيه كواليتي تارجت. كواليتي تارجت يا جماعه والله عامله بجد اكتشاف. انا انبهرت وانتوا كمان هتنبهروا لما تجربوها. كوبايه واحده بس من الكريمه عملت لي كميه حلوه جدا ما شاء الله، وكمان من غير لبن، يعني دسمه جدا ما شاء الله. عاوزه اقول لكم ان انا عاملاها بالميه علشان اجرب التحدي، لان انا شفت محمد عثمان بقى بيقول عليها اشعار بصراحه، فلما جبتها قلت انا هعملها بالميه واشوف نسبه الدسم اللي فيها. بصوا احنا في العادي بنحط على كوبايه الكريم شانتيه كوبايه ميه او لبن. انا حطيت كوبايه ونص من الميه، طلعت لي ما شاء الله عملت فوم كده وعليت. والله يا جماعه هي كوبايه واحده. الاول وانا بعملها قلت لا ده اكيد هتحتاج كريمه تانية، بس مع الخفق لقيتها ما شاء الله بتتقل. وبص قوامها بقى عامل ازاي، والدسم بقى ما اقولكوش يا جماعه. يا بالكم بقى لو عملتوها كمان باللبن هتكون عامله ازاي. كواليتي تارجت انا زي ما قلت لكم كده في الفيديو اللي فات، انا جبت منهم شويه منتجات كده من عند محمد عثمان، منتجات كتيره قوي هي مسمعه اليومين دول وترندي قوي ما شاء الله. فعلشان كده جبت منهم شويه خامات كده بستخدمهم. وطبعا مش هبخل على اي حد فيكم باي معلومه والله، يعني لو اي منتج منهم حلو هطلع اقول لكم حلو زي الكريمه كده بجد ابهرتني بصراحه. انتوا عارفين ان انا دايما بحب ادور على الحاجه الاقتصاديه، وبصراحه مفيش احسن من كده ما شاء الله. اقتصاديه وكمان جودتها عاليه جدا. بصوا بقى الكيكه بتاعتي بعد ما خرجت ده كان شكلها ما شاء الله اسفنجيه وهش قوي. هجيب بقى كاس او بوله او كوبايه اي حاجه حابه تقطعي بيها واعملي دواير بالشكل ده. ممكن تعمليها مربعات على فكره مفيش مشكله خالص، بس انا حبيت الشكل ده طالع ترندي قوي اليومين دول. خلاص طيب الكيكه اللي فضلت دي حوريه نعمل بيها ايه؟ هناخدها نفتفتها كده ونعملها زي البسكوت كده المطحون، وهنستخدمها برضو ما تقلقوش. كده بقى خلصنا الكيك وخلصنا الكريمه. يلا بينا بقى نحضر الحشو مع بعض. حطيت بقى كده الكيك بتاعي وبدات اعمل دواير كده داير بالكريم شانتيه، وفي النص هحط بقى حشوه، وبرده الحشوه من كواليتي تارجت يا جماعه. انا حشيتها مربى حليب. مربى الحليب بتاعتهم برده خطيره مقارنه كمان باللي في السوق دلوقتي والمنافسين بتوعهم ما شاء الله 10/10. كمان الشوكولاته دي من عندهم اسمها دروبس او كوين
انتوا عارفين انا مش بتاعت حلويات. خدوا سكرين، خدوا سكرين وروح لمحمد عثمان وهو يبعت لكم. خدوا سكرين يا ولاد. بصوا ما شاء الله، حطيت كمان شويه شوكولاته، ممكن تحطي سوداني، ممكن تحطي مكسرات، وبعدين قفلي بقى بالكريمه بالشكل ده وسويها كده ودخليها الفريزر. الله الله على الجمال، هو ده الكلام ولا بلاش. بعد ما تطلع بقى من الفريزر ابدأي بقى خطيها كده بالكيك بتاعنا المبسوس الحلو القمر ده، وبس كده جاهز معانا احلى جاتوه محشي يستاهل بقك يا ست الكل. طيب انا بقى هنا حبيت بعد ما خلصت كل الكمية ازينها. ممكن تحطي ايه؟ ممكن تحطي جناش شوكولاته، ممكن تحطي برضو مربى حليب، ممكن تحطي كريز زي ما انا حطيت، براحتك خالص. انا بقى استخدمت كده شويه من الجناش في كيس كده وعملت خطوط. عملت شويه كمان بالمربى الحليب، حطيت بقى شويه من مربى الحليب على الوش. شكلي بقى على ذوقك يا فوزيه. يلا بينا بقى نقول مع بعض الدعاء. اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ومن هو كل يوم في أمر جديد، اخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هسيب لكم أرقام محمد عثمان، بيوصل لكل مكان، بيوصل لحد باب البيت، وكمان عنده المحل مفتوح 24 ساعة، هو في كفر هرمز طلبية يا جماعة. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم. بصوا بقى شايفين الجمال والقمر؟ يلا بقى مستنية ايه؟ قومي اعمليها لولادك وفرحيهم. بجد مش مكلفة خالص، ما بتاخدش وقت كتير، وسهلة وبسيطة وسريعة. هستنى تطبيقاتكم ووصفاتكم على الجروب والصور بقى وشهيسوني. بحبكم في الله. كانت معاكم حورية. استنوني فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.